أهلا أهلا. حابة أشارككم روتيني في الدايت. النهاردة أول يوم دايت. صحيت الساعة 7 الصبح وكان يوم جميل جدا. أول مشروب هبدأ فيه يومي هو بذور الشيا. أخدت معلقة من بذور الشيا، عليها كوباية من المية العادية جدا، قلبتها وخليتها شوية على جنب لغاية ما أخلص مشروب الديتوكس بتاعي. بجهز مشروب الديتوكس من أول اليوم ويفضل معايا اليوم بالكامل. حطيت شرايح من الجنزبيل، كمان شرايح من الليمون، وعليهم كمان شرايح من الخيار، وهزود الإزازة دي كلها بالمية. مشروب الديتوكس عندنا جاهز، ومش هننسى ازازة المية معانا طول اليوم ما بين الديتوكس والمية. هنشرب مشروب الشيا ونرجع لكم. وجبة الفطار بتاعتي النهاردة تكون عبارة عن 2 بيضة مسلوقة، خيار متقطع وجرجير. اللي مش عايز جرجير ممكن يستبدله بالخس أو الكابوتشي. كمان عندي فراولة وممكن تستبدليها برتقان أو يوسف عندي، ورشيت على البيض شوية من الكمون وشوية من الملح. مش هننسى المشروب بتاعنا النهاردة بعد الفطار هو الشاي الأخضر. مع أي دايت مهم جدا وجود الفيتامينز، فأنا هنا عندي استخدمت مجموعة فيتامينات حلوة جدا مفيدة جدا ليا. طبعا انت لازم تستشيري دكتورك قبل ما تاخدي أي أدوية. خلصنا الفطار وبدأنا يومنا الطبيعي، كان شغل في البيت أو شغل برا البيت فبراحتك خالص. قبل التمرين احنا عندنا كورس تمرين كل يوم هنعمله مع بعض. قبل التمرين بنص ساعة بناخد نص موزة وفنجان من القهوة. القهوة هنا تكون سادة من غير أي سكر، بس لو انتي مش بتقدري تشربي القهوة بالسكر ممكن تعملي قهوة بسكر دايت. بعد نص ساعة هنبدأ التمرين بتاعنا النهاردة، وهو تمرين على العجلة. اشتغلت حوالي تلت ساعة 10 دقايق، وبعد كده ريست، وبعد كده 10 دقايق تانيين. ودلوقتي ميعاد وجبة الغدا. اخترنا النهاردة وجبة غدا مميزة جدا، هي شوربة الحارقة للدهون. هي شوربة من الملفوف أو الكرنب الموف، بس زودت عليها قطعة من الدجاج. لو حابة الطريقة بالظبط للشوربة هتلاقي رابط الفيديو في صندوق الوصف. هناكل الشوربة دي وعليها عصرة من الليمون. مهم جدا الليمون لأنه فيتامين سي وبيحافظ على نضارة البشرة، كمان مقوي للمناعة وحاجة مهمة جدا في التخسيس. خلصنا غدانا. بعد الغدا بنص ساعة هنشرب مشروب الشاي الأخضر مع الجنزبيل مع كمان الليمون. مهم جدا ان احنا نعصر الليمون بعد ما الشاي يهدى. غلط ان انتي تعصري الليمون والشاي لسه سخن. وجي وقت العشاء، عبارة عن كوباية من الزبادي اليوناني، عليها 7 من اللوز، ممكن تستخدمي اي مكسرات انتي حباها، كمان معلقة كبيرة من الشوفان،
وعليها معلقة كبيرة من العسل. عندنا بقى الفاكهة بتاعتنا عبارة عن فراولة، قطع من الفراولة، ممكن بلوبيري، وممكن كمان تفاح، ممكن برتقان، اللي تفضليه واللي متوفر عندك. خلصنا وجبة العشاء بتاعتنا، وكمان خلصنا ديتوكس، وخلصنا المية. انجزنا مهمة كبيرة جدا على اول يوم. بس اخر حاجة قبل النوم عايزين نروق بالنا ونهدي اعصابنا. بناخد مشروب مهدئ، كان من البابونج او اليانسون او النعناع. انا اخترت المشروب ده، هو ميكس كده ما بين الاعشاب، بس جميل جدا. حطيته بقى مع مية سخنة، وكده خلصنا يومنا الجميل، وتصبحوا على خير.